لأنك تعلم علم اليقين بأن المغرب سيصبح قوة إقليمية وتولي تحت جناحه، وسوف تصبح كذلك، وأعطيها لك والله يطول لك في الحياة. ونزيدك على ذلك إلا غتقول لي على هذا، لماذا نهار أول صراع ديالنا مع الإسبان رحتم منبطحين خانعين للإسبان تفعيلا لاتفاق الصداقة والتعاون فقط كناية في المغرب؟ أين هو حسن الجوار؟ أين هو الإسلام؟ أين هي القرابة بين الشعبين؟ جيت تنظر لي دابا وتقول لي الكيان؟ نعم الكيان أشرف منك، أشرف منك اقتصاديا، لأنك أنت خبيث، أنت تريد تدمير دولة، أنت تريد لي الخراب. ولو كانت لك من القوة، أنا غطلع لدين أمي الشربونة دابا جسك البلافو، لو كانت لك من القوة لتدمير الدولة وتردون سعايا لفعلتم ولم تلونتم لو مرة واحدة، لأنكم خبيثين، أنتم خبثاء وتريدون للمنطقة أن تسيروها بخبثكم، لأنكم تعلمون علم اليقين بأن المغرب سيصبح قوة إقليمية وستصبحون شئتم أم أبيتم تحت جناح المغرب، وإحنا بدينا فيها لدابا. تجي تقول لي أنت غادي تدخل معايا في صراع، أنت باش تدخل في الصراع يجب أن تأذن لك فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. المنتظم الدولي الآن لا يمكن أن تقيم حربا فقط لأنك أردت أن تقيمها، لا، يجب أن يشهد لك ديروا أبينو